السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا اولى ثانوي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بألف خير. معاكم دكتورة مها منصور، والنهارده ان شاء الله هنحل مع بعض تقييمات الاسبوع الرابع في مادة الانتجريتد ساينس، ودي بتتكلم على شابتر 1 ليسون 4 اللي كان بيتكلم على الاكوا سوليوشن اند زير بروبرتي اللي هي المحاليل وخواصها. نمبر 1: if pure water freeze at 0 Celsius so dissolving amount of salt in water causing its freezing point will be space. طيب هنا بيقول لي ايه؟ هنا بيقول لي انا عارفه ان الفريزنج يعني الميه العاديه بتجمد عند 0 سليزيوس. طيب انا لو ضفت دلوقتي سولت يعني ضفت ملح في الميه، كده ما بقتش ميه، كده بقت حاجه اسمها اكوس يعني محالي. وانا عارفه ان انا لما بزود السولت يعني بضيف الاملاح، يعني زودت كميه السوليت اللي هي المواد المذابه، فبالتالي الفريزنج بوينت هتقل عن الزيرو، يعني هيتجمد تحت الصفر. يبقى اكيد هتبقى ايه؟ less than zero. يبقى نمبر 1 less than zero. يبقى نمبر 1 هتبقى less than zero، اقل من الصفر. تمام. طيب نمبر 2: two liquid x and y are separated by semi-permeable membrane if the boiling point of x تمام more than boiling point of y then water. طيب هو هنا اداني معلومه، قال لي ان الاكس البويلنج بتاعه اكبر من واي. طالما الاكس البويلنج بتاعه اكبر من واي، اعرف على طول ان اكس عنده كميه سوليت يعني مواد مذابه كتير، يعني في ملح كتير او سكر كتير. تمام، لان انا عارفه كل ما بزود اللي هي السوليت اللي هي المواد المذابه زي الملح او السكر، البويلنج درجه الغليان بتاعتي بتزيد، يعني باخد وقت عقبال ما بغلي. فالاجابه الصح هتبقى ايه بقى؟ قال لي الميه بقى تنتقل منين لفين. انا عرفت ان اكس هو اللي عنده سوليت يعني كميه مواد مذابه كتير، يبقى عنده ميه قليله. وواي ده بقى المفروض ان هو اقل في درجه الغليان. اقل في درجه الغليان يعني عنده ميه كتير، ملح قليل. انا بترجمها كده. اذا الميه هتنتقل منين؟ من الميه الكتير للميه القليله، او الملح الكتير يشد الميه. مين اللي عنده ملح كتير؟ اكس. اللي عنده ملح كتير يعني سوريت، يعني كميه مواد مذابه كتيره يسحب الميه. اكس درجه غليانه اعلى، فبالتالي عنده سوليت يعني مواد مذابه اكتر فيسحب الميه. يبقى الميه هتنتقل منين؟ من واي لاكس. اذا الميه هتتحرك منين؟ من واي تو اكس. يبقى الميه هتتحرك move from واي تو اكس. طيب خلينا نكمل question number 3: colligative properties of solution. colligative property يعني الخصائص الجمعية للمحاليل. دي بتعتمد على ايه؟ نمبر A depend only on the type of solid. نمبر B depend only on the type of solvent. طيب نمبر C depend on both type and concentration of solid. نمبر D depend on concentration of solid not its type. اكيد خواص المحلول بتعتمد على الكونسنتريشن، المادة المذابة يا ولاد، تركيز المادة المذابة السوليد. تمام كده؟ يعني الملح والسكر اللي انا بحطهم بقول عليهم سوليد. تمام كده؟ سوليدز يعني مواد مذابه، وده بيعتمد على الكونسنتريشن تركيز المحلول وليس النوع بتاعه وليس التايب. طيب نمبر 4: if the boiling point of water at the base of mountain is 100 C its boiling at the top of mountain is. اكيد طبعا بقول لي هنا مثلا لو انا عندي قاعده الجبل، البيز بتاعتي كانت البويلنج بتاعتي 100 سي. طيب كل ما بطلع لفوق المفروض ان البريشر بيقل، الضغط بيقل، وكمان البويلنج بتقل، يبقى هتبقى اقل من 100. هتبقى كام؟ هتبقى 95 سي. طيب نمبر 5: as the freezing point of solution increase its osmotic pressure نقط. هنا بقول لي الفريزنج بوينت كل ما درجه التجمد بتقل، يعني بتقل عن الصفر يا اولاد، لان انا عارفه ان البيور ووتر الميه النقيه بتجمد عند زيرو. فاللي يقل عن الزيرو يبقى فيه كميه سوليوتس يا مواد مذابه كتير، يعني فيه ملح وسكر كتير. فبالتالي كل ما يحصل ايه بقى؟ الفريزنج بوينت تزيد، يعني كل ما درجه التجمد تزيد، اذا الاسموزاتيك بريشر الضغط الاسموزي اللي هو هيحصل له ديكريز، هيحصل له ديكريز، لان يا اولاد الاسموزاتيك بريشر بيزيد بزياده السوليوت اللي هي كميه الماده المذابه. وانا هنا طبعا طالما هنا الفريزنج بوينت يا اولاد زادت، يعني درجه التجمد زادت، يعني متجهه ناحيه الصفر او اعلى من الصفر زي ما بيقولوا، يبقى على طول الاسموزاتيك بريشر حصل له ديكريز. Number 6: if the atmospheric pressure equal 1 atm the boiling point of liquid at 0.8 atm pressure is not than 1 atm. طيب انا عارفه طبعا اللي هو الاتموسفيريك بريشر اللي هو ال 1 atm ده اسمه النورمال اتموسفيريك بريشر، الضغط الجوي المعتاد. وانا عارفه ان البويلنج درجه غليان السائل بتبقى تقريبا 100 لو هو بيور ووتر. طيب هنا 0.8 يعني اقل من الواحد ولا ازيد من الواحد؟ لا اقل من الواحد، يعني الضغط الجوي قل، الاتموسفيريك بريشر ديكريز، قل. فبالتالي طالما الضغط قل من عليا فانا هغلي بسرعه، يبقى الغليان بتاعي هيبقى اقل من كام؟ من 1 اي تي ام. يبقى 0.8 اقل من ال 1 اي تي ام، لان كل ما الاتموسفيريك بريشر بيقل كل ما الضغط يقل، البويلنج بيبقى اقل، يبقى لور زين. خلينا نكمل. طيب نمبر 7: decreasing of each of the following led to increase the vapor pressure of a solution. هنا بقول لي كل ما قلل ايه
هيزود الفيبر، هيزود البخار. طيب كل ما اقلل السوليد المواد المذابه، لان انا عارفه ان الملح والسكر بياخد وقت عقبال ما الميه تتكسر وتبدا تتحول من ليكويد لايه، لجاز. فبالتالي كل ما يبقى عندي سوليد مواد مذابه، يعني سكر او ملح بمعنى اصح، او ايونات بمعنى اصح كتير في الميه، هياخد وقت عقبال ما اغلي. فبالتالي عشان ازود الفيبر اقلل السوليد، اقلل الايه، العدد يا اولاد، يبقى هقلل النمبر اوف سوليد اللي هي تركيز المواد المذابه. نمبر 8 3 aqueous solution، تمام، اوف ايكوال فوليوم اكس واي وزد. تمام، معايا 3 محاليل ليهم نفس الفوليوم، نفس الحجم، اكس وواي وزد. each containing different amount of sodium chloride، كل واحد فيه كميه صوديوم كلورايد يعني ملح طعام مختلفه. تمام. correct order of freezing point of التي اكس تي واي تي زد. هي عايز هنا بيقول لي ايه الترتيب الصحيح للفريزنج بوينت، درجه التجمد. طيب خدها قاعده، اللي عنده تركيز عالي من السوليد المواد المذابه او ملح الطعام، يعني كل ما يبقى عندي ملح كتير فياخد وقت عقبال ما اجمد، يعني درجه التجمد بتاعتي هتبقى تحت الصفر. تمام كده. طيب مين اعلى واحد في التركيز؟ اكيد زد. يبقى زد ده اقل واحد في الفريزنج، يعني هياخد وقت عقبال ما يجمد. تمام كده. طيب مين بعده؟ هيبقى اكس، وبعد كده هيبقى واي. يعني كل ما ازود الايه، الكونسنتريشن، تركيز السوليد المواد المذابه زي الملح مثلا، كل ما هياخد وقت عقبال ما اجمد، يعني الفريزنج بتاعي يبقى قليل جدا. يبقى زد اقل من اكس اقل من واي. يبقى عندي زد اقل من اكس اقل من واي، هتبقى نمبر سي. يبقى واي دي اعلى واحده في الفريزنج. تمام كده. خلينا نكمل. طيب نمبر 9 dissolving table salt in distant water so the atmospheric pressure so the osmotic pressure of the solution نقط. كل ما ادوب التيبل سولت ملح الطعام في الميه هزود الاسموزيتك بريشر. خدها قاعده، كلمه اسموزيتك بريشر يعني ملح وسكر. شوف بقى، كل ما تزود تمام كده الملح والسكر هيحصل ايه؟ الاسموزيتك بريشر هيزيد، يبقى يحصل له انكريز على طول. نمبر 10 when a water sample is left exposed to the atmospheric pressure then a part of water is evaporated so its boiling point. هنا بيقول لي انت كنت جايب عينه ميه وحطيتها في الاتموسفيريك بريشر، وجزء من الووتر حصل له ايفابوريشن، اذا هنا في بخار وليه ضغط، فبالتالي البويلنج بوينت هيحصل لها انكريز، هتزيد يا جماعه، لان هنا في ضغط للبخار. فكل ما يزيد ضغط البخار فبالتالي ترتفع درجه الغليان، يبقى يحصل لها انكريز. خلينا نكمل. طيب نمبر 11 salt is sprinkled on road in frozen area after snowfall. ليه بيرشوا الملح في الاماكن اللي هي فيها snowfall يعني سقوط للجليد؟ اكيد طبعا to reduce melting of ice to reduce melting point of ice، عشان اقلل الميلتنج بوينت، اقلل الميلتنج بوينت يبقى تحت الصفر، يعني ياخد وقت عقبال ما يجمد. طيب نمبر 12 the decrease in freezing point is space proportional to the number of the solid particle while increase in boiling point is space proportional to the solution concentration. هنا بيقارني ما بين الفريزنج بوينت والنمبر اوف سوليد، كميه المواد المذابه. طيب عشان اقلل الفريزنج بوينت تمام كده، يبقى على طول inversely تناسب عكسي مع النمبر اوف سوليد، يعني كل ما يزيد النمبر اوف سوليد هتقل الفريزنج بوينت. تمام. طيب بالنسبه بقى للبويلنج لا، الغليان علاقه دايركت، علاقه طرديه. كل ما ازود سوليد يعني كميه مواد مذابه، كل ما هيزيد الايه، البويلنج، كل ما هيزيد الغليان. يبقى inversely direct نمبر دي.